اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض تتبيله البانيه، تتبيله جميله ومختلفه وسهله جدا طبعا. طبعا معايا البانيه بتاعي، انا غسلته بليمون وطماطم وخل وملح كده، ونقعتهم فيه شويه، وبعد كده شطفته من كل دوت وصفيته كويس جدا. وحطيته في البولة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، ومعايا بصلاية ومعايا طماطمتين ومعايا نص فلفل اخضر. علشان الفلفل الاخضر ده حامي، فانا ما حبيتش اكتر. وما كانش عندي يعني في التلاجة اللي هو ان انا استبدله بفلفل كوبي او حاجة. فاستكفيت بس بنص الفلفلاية. ومعايا كوباية من الزبادي وفلفل اسمر وملح وسبع بهارات. اجيب الكبة بتاعتي واحط فيها بقى البصل والطماطم والفلفل مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. اجيب البصلاية بتاعتي اقطعها على 4 كده واحطها في الكبة، وكمان انزل بالطماطمتين لو انا عندي طماطم اكبر شوية، او ان انا عايزة استكفي بطماطمية واحدة عادي جدا. ولو عايزة الفلفل يكون حراق او بارد، دي طبعا حسب الرغبة. هنزل بالبهارات بتاعتي كمان مع الحاجة كده. وكمان تركاية بسيطة كده، هحط معلقة صغيرة خل، بتخلي البانيه معايا طري وبيكون جميل قوي. هضرب بقى المكونات بتاعتي كده في الكبة. طبعا انا مش عايزاها يكون ناعمة قوي. طبعا ما ننساش لو اول مرة تشوفوا قناتي تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وشير وسبسكرايب للقناة، وتدعموني بكومنت حلو منكم. وهنا كنت خلاص كده ضربت البصل والطماطم والفلفل مع بعض. لو عايزين تنعموها اكتر من كده تمام، عايزينها تكون خشنة شوية عادي. هنزل بقى بالمكونات بتاعتي دي على البانيه. وبعد ما انزل بقى بالمكونات بتاعتي ديت، هنزل بكوباية الزبادي. طبعا لو في مرقة عايزين نحط مرقة مع البهارات دي عادي نحط، انا مكانش متوفر عندي فما حطيتش. بس لو متوفر عادي ممكن نحط مكعب مرقة. لو هنبيت البانيه في التلاجة زي ما انا عملت مش هنكتر ملح. والمرقة يعني ما نحط بس مكعب واحد مرقة او نص مكعب مرقة، علشان طبعا الحاجة لما بتكون عتبات في التلاجة غير لما نكون هنعملها في نفس اليوم. وهنا نزلت بكوباية الزبادي واقلب بقى المكونات كده مع بعض كويس. هبدأ بقى اقلب فيهم كده لحد ما البانيه يوصله التتبيلة كلها. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. كده كنت قلبت البانيه مع الخلطة اللي انا عملتها دي زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. هجيب بقى كيسة او لزق استرتش او اي حاجة عندي اغطي بيها البولة بتاعتي، واحطها في التلاجة ليلة كاملة. لو انا مستعجلة عليها زي ما قلتلكوا هزود الملح واسيبها على الاقل حاجة نص ساعة او ساعة، يعني على حسب الوقت لو هنبدأ فيه هو اول حاجة. ونحطهم في التلاجة شوية.
هنا انا عبيته ليلة كاملة في التلاجة. وهنا كده كان بقى ايه تاني يوم لما البانيه طلع من التلاجة. زي ما انتوا شايفين كده، هو البانيه طبعا عشان البصل اللي كان عليه والطماطم نزل شوية مية صغيرين كده، بس زي ما انتوا شايفين ما شاء الله، وكان طعمه تحفة بجد. اتمنى ان انتوا تجربوها، يعجبكم جدا. انا هعمل مع البانيه مكرونة. طبعا ممكن نعمل مكرونة من دي، نعمل عقل صغيرة، ممكن نعمل سباكيتي على حسب ما انتوا بتحبوا يعني. انا هنا كنت حاطه المية بتاعتي تغلي على النار. هنزل بقى بالمكرونة بتاعتي كده في المية وهي بتغلي. وطبعا ما ننساش نحط زيت مع المية كده والمكرونة، علشان المكرونة ما تتمسكش ببعضها. وهحط رشة ملح صغيرة جدا، واقلب بقى المكرونة كده في الحلة مع الزيت مع الملح، واسيبها تتسلق براحتها. اعديها كده تقليبه، احركها، وكل 10 دقايق يعني كل 5 دقايق قصدي، اقلبها تقريبا لحد ما تستوي معايا عشان ما تلزقش من تحت. هنا بقى كنت جبت بيضتين وحطيت عليهم ملح وفلفل اسود، وده الفيجيتار اللي انا هستخدمه. لو بتحبوا الفيجيتار الجاهز هتستخدموه، مش بتحبوا الفيجيتار الجاهز هنجيب بقسماط ونجيب دقيق ونحطهم مع بعض ونبهرهم بالبهارات اللي عندنا، ملح فلفل اسود 7 بهارات. وممكن كمان نحط معاهم رشة من المرقة الفورية، وهتكون طعمها جميل جدا. هنا هبدأ انفض البانيه بتاعي، وانزل البصل شوية من عليه كده والطماطم، عشان وانا بقليه ما يتحرقش مني. انزل بقى كده ايه بالبانيه كده في الفيجيتار، واضغط على البانيه كده زي ما انتوا شايفين، عشان يشرب الفيجيتار او يمسك طبقة الفيجيتار كويس. ممكن نحط البيض عادي على البانيه هو في الخلطة دي كده ونقلبهم مع بعض. وممكن نحط البيض لوحده كده زي ما انا عملت، دي تنفع ودي تنفع عادي جدا. انا ساعات بعمل كده عادي. اخد قطعة كمان واعملها كده معاكم. هنزل برضو على البيض كده واصفيها شوية من البيض، وبعد كده انزل بالفيجيتار بتاعي. طبعا ما ننساش نصلي على النبي في الكومنتات، ما تنسوش الصلاة على النبي في الكومنتات طبعا. وشكرا على كومنتاتكم الحلوة وعلى دعمكم ليا، بجد انا بشكركم كلكم. يا رب دايما في الخير كده يا رب، ويوسع عليكم كلكم ان شاء الله. كده بقى اخلص الكمية بتاعتي كلها وارجع لكم تاني. بصوا ما شاء الله، انا هنا كنت خلصت الكمية بتاعتي، وكمان كانت المكرونة بتاعتي اتسلقت زي ما انتوا شايفين كده، كانت استوت ما شاء الله. وانا شطفتها شطفة كده وسبتها تتصفى في المصفى. وجبت الحلة وحطيتها على النار، وهنزل بقى بالزيت بتاعي.
وهبدأ بقى احط الثوم بتاعي. انا بحب اعمل المكرونة كده بالثوم، في بيحبوا يعملوها بالبصل والثوم، برضو هبقى اعملها معاكم مرة. دي بتكون حلوة ودي بتكون طعمها حلو، بس ده طعم وده طعم طبعا. ولازم الزيت بتاعي يكون سخن شوية عشان انزل بالثوم. اول ما الثوم بتاعي ياخد اللون الذهبي، هو دوت اللون اللي انا محتاجاه، مش عايزاه يكون فاتح قوي ولا يكون غامق، انا عايزاه يكون ذهبي كده، يكون طعمه حلو قوي، بيدي طعم حلو، علشان لو اغمق معايا اكتر من كده هيكون يمرر مع الصلصة زي ما انتوا شايفين كده. اتمنى ان هو يكون واضح معاكم. في الوقت ده كده هنزل بقى بمعلقة من الصلصة، نزلت بحوالي معلقة ونص من الصلصة، وهقلب الصلصة كده مع الثوم زي ما انتوا شايفين كده، اقلبها تقلبتين كده مع الثوم. وبعد كده بقى هجيب الطماطم اللي انا عصرتها في الاول وكنت مجهزاها، طبعا الطماطم عصرتها وصفتها خالص، وهنزل بيها بقى دلوقتي على الصلصة بتاعتي، وهقلبهم مع بعض. وهنزل بقى بالبهارات بتاعتي، هنزل بملح وفلفل اسود نص واحدة مرقة، عشان انا كنت مزودة ملح من الاول، فهنزل بنص واحدة من المرقة وفلفل اسود. والمرقة اهو زي ما انا قلتلكم، هنزل بنصها مش كله، يعني مش بالكمية المرقة كلها. وهقلبهم مع بعض بقى واسيبهم كده ايه على نار هادية، نار متوسطة، يعني ما تكونش برضو النار واطية قوي، تكون نار هادية كده متوسطة. وهنا كنت حطيت الطاسة بتاعتي فيها زيت على النار، اول ما الزيت يبدأ يسخن معايا هبدأ انزل بقى بالبانيه بتاعي. ما ينفعش ننزل بالبانيه غير لما نتأكد ان الزيت سخن معايا عشان ما يلزقش. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله الزيت كان سخن. البانيه مش بيتقلب كل شوية، احنا بنقلبه مرة واحدة بس، اول ما بياخد لون من تحت ابدأ اقلبه على الجنب التاني زي ما انتوا شايفين كده. وهنا كانت الصلصة بتاعتي خلاص قربت ان هي سبكت خالص. ابدأ بقى انزل بالمكرونة بتاعتي كده، هبدأ بقى اقلب المكرونة مع الصلصة كده لحد ما الصلصة تيجي يعني في المكرونة كلها تاخد نفس اللون. شايفين ما شاء الله حمرا خالص المكرونة اهي. اخدت لون ما شاء الله.
اتاكد ان الصلصه كلها كده ما بقتش موجوده في مكان واحد، كنت قلبت في المكرونه كلها. وهبدا اغطي المكرونه بتاعتي واسيبها على نار هاديه خالص لمده 5 دقايق واطفي عليها. وهنا كنت طلعت البانيه بتاعي ما شاء الله. والله بجد عامل طبقه مقرمشه خالص وطعمها تحفه. يعني بصوا يعني اوريكم كذا واحده ما شاء الله والله بجد يعني دي امانه. كانت الطبقه اللي فوق دي مقرمشه جميله جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها هتعجبكم جدا. وهنا المكرونه بتاعتي لما طلعت زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. المكرونه طبعا البانيه ممكن نقدموه مع مكرونه مع عيش كده وسلطه طحينه وسلطه خضراء. ليه كذا طريقه طبعا، وكل واحد الاكل ده اذواق وكل واحد على حسب ما بيحب. يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم. لو الفيديو بتاعي عجبكم ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.